مجلة الإيكونوميست، وهي مجلة شهيرة معروفة، تقول أن فرنسا تتخلى عن المغرب لصالح الجزائر. سنرى ماذا قالت مجلة الإيكونوميست. العالم معنا فواتي بركان. أين نمشي سيدي الإيكونوميست؟ عنوان مقالة: فرنسا تتخلى عن المغرب لصالح الجزائر. قال لك فرنسا لقت مصالحها مع الجزائر وطاقة وعدد المشاكل مع المغرب فتخلت عن المغرب. يقول أن باريس سعت منذ فترة التقارب مع الجزائر، وهذا شفناه، ماشيين جايين لودريان كان وزير الخارجية اللي أطفى نار تصريحات ماكرون، عمانويل ماكرون جاء بعث الوزيرة الأولى، زاد بعث ماشي جاي إلى آخره، ودعوة للرئيس عبد المجيد تبون. ويقول المقال فرنسا مش وحدة في الواقع تسعى لاسترضاء الجزائر، لكن شأن العديد من الدول الأوروبية، دول أوروبية أخرى كثيرة أيضا بسبب الحرب في أوكرانيا والتي تسببت في أزمة غاز كبيرة، يحبوا الجزائر تعوض لهم على الأقل نسبة. التقرير يقول أيضا أن فرنسا نأت بنفسها عن المغرب الذي يواجه انتقادات من قبل الاتحاد الأوروبي بسبب سجله الحقوقي واتهامه في قضية رشاوي بعض نواب البرلمان الأوروبي لدعم تصوره للقضية الصحراوية. طبعا فضيحة الرشاوي المغربية وزيد عن فضيحة بيجاسوس إلى آخره. يقول حتى رئيس فرنسا نفسه كان مستهدفا. والجزائر على عكس المغرب حسب مقال الإيكونوميست أصبحت مزارا للمسؤولين الأوروبيين منذ أشهر، حيث تسعى كل دولة على حدة. كل دولة على حدة هام جدا، مش يتفاوضوا فيها كمجموعة. شفتوا رغم الاتحاد الأوروبي لكن راسي يعني كل واحد حاب ينقذ نفسه بحكاية الغاز. وهذا كلام الإيكونوميست مش كلامي. حيث تسعى كل دولة على حدة لأجل إبرام اتفاقيات طاقوية مع لله يا محسنين شوية غاز قلنا أكثر مرة، وهي التي تعد من أكبر موارد الغاز في المنطقة. ذكر المقال بزيارة رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني الجزائر، حيث أبدت رغبتها خلال اللقاء مع الرئيس عبد المجيد تبون في تعزيز التعاون خاصة في مجال الطاقة، وأن تصبح إيطاليا هي مركز لتوزيع الطاقة الجزائرية، توزيع الغاز الجزائري في أوروبا. أيضا يذكر المقال 2022 نفس الشيء رئيس الوزراء الفرنسية إليزابيث بورن جاءت بحوالي 15 وزيرا إلى الجزائر لإبرام عدة اتفاقيات مشاريع اقتصادية وشراكة متجددة. ما تنسوش أن الشريك الاقتصادي الأول للجزائر هو الصين بنسبة 16.7% في المبادلات، تليه فرنسا ب7%، ومعها إيطاليا ومعها حتى الأرجنتين قريبة لها إلى آخره، مجموعة دول، والبرازيل أعتقد مجموعة دول قريبة لفرنسا. لكن الصين بشكل بعيد. وقت فرنسا عملت العنجهية على الجزائر تعرفوا تتذكروا سحب السفير وغلق المجال الجوي الجزائري ضد الطيران العسكري الفرنسي الذهاب إلى مالي، وزيد على ذلك خاصة أهم شيء الشركات الفرنسية الكل أعقوا عليها وما جدوش عقودها وتلقت ضربات قاسية. يقول المقال لم يلتقي، يقول بقدر ما أنه العلاقات فرنسا تسعى، وهي فرنسا من تسعى لعلاقات جيدة مع الجزائر من أجل الغاز ومصالحها، بينما لم يلتقي العالم المغربي محمد السادس الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون منذ 2018، يعني سنتين 4 سنوات داخلين في السنة الخامسة وما التقاش به. حيث زار الأخير الرباط لم يلتقي الرجلان في باريس، رغم أن الملك محمد السادس قضى نحو 4 أشهر في فرنسا حسب مجلة الإيكونوميست. يقول لك محمد السادس في باريس 4 شهور، ورغم ذلك ما قابلوش ماكرون. في المقابل حسب المجلة ديما زار ماكرون الجزائر في صيف 2022 تتذكر، والتقى برئيس الجمهورية طبعا عبد المجيد تبون، ومشى الوهران وروح بالكاسيت الشاب حسني الشهيرة. ثم استقبل الفريق أول سعيد شنقريحة الذي زار باريس في جانفي الماضي، في آخر جانفي، عمل عليها حلقة عودولها. ويقول المقال زيارة الفريق أول سعيد شنقريحة تأتي للتحضير وقبل زيارة الرئيس عبد المجيد تبون إلى باريس في مايو، وهي زيارة دولة
متوازن تقريبا مع زيارة دولة روسيا. زيارة دولة تختلف بروتوكوليا كما قلت في أكثر من حصة على الزيارة العادية. ثم خلل، ثم برودة كبيرة جدا في العلاقات بين باريس والرباط، وذلك لصالح الجزائر حسب مجلة الإيكونوميست، وغير حتى مجلة الإيكونوميست هذا معروف. لكن في كل الحالات نعرف أن الفرنسيس والأوروبيين يبحثون عن مصالحهم، هم في الواقع لا يحبون المغرب للجزائر، لكن يبحثوا عن مصالحهم، ومصالحهم اليوم هي في الجزائر، والجزائر تصدر غازها لكن بأسعار مرتفعة بسبب الحرب. مناورات الطاقة الروسية رأي أسعار الغاز تضاعفت 10 مرات. إذن الصين، روسيا، تغير العالم، لقد تغير العالم فعلا، والذكي من يستطيع أن يستغل تغير العالم. وأعتقد أن الجزائر من الدول العربية القليلة الذكية التي تستغل تغير العالم.